ليه بيحصل الميس اندرستاندينج؟ ليه دايما افكارنا بتتفهم غلط؟ وساعات على فكره مش الافكار بس اللي بتتفهم غلط، ساعات احنا كلنا كبشر بنتفهم غلط لمده. وساعات كمان لما بيحصل مرحله الفهم بنكتشف ان في ناس كتيره كانت فاهمانا بشكل خاطئ وبقى لهم مده طويله، على الرغم ان هم بيتعاملوا معانا في نفس الكالتشر، بيتعاملوا معانا بنفس اللغه، موجودين في نفس المكان، قريبين مننا، بنتواصل معاهم لمسافات او لمدد طويله جدا. فما بالكم بقى لو احنا كمان بنعمل افكار وبنعمل بيزنس، بنعمل مشروعات، بيبقى معانا فرق عمل، بنتواصل مع عملاء، فبالتالي كمان العملاء والناس اللي بيتواصلوا معانا، احنا كنا قبل كده بنقول ان احنا ممكن نتفهم غلط بنسبه المينيمم بتاعها اللي انا سمعته 50% والماكسيمم بتاعها 95%، واحنا بنوضح افكار عاديه للناس، واحنا بنوضح او بنكسبلين اور سيلفز، بنوضح نفسنا للناس، بنقول احنا ايه وبنعمل ايه والنوايا بتاعتنا ايه. فتخيلوا بقى ان احنا بنعمل فكره، بنعمل بزنس، بنعمل شركه، والشركه دي هادفه للربح، فبالتالي ان الاشخاص اللي بيتواصلوا معانا او العملاء اللي بيتكلموا معانا بيبقوا عايزين يعرفوا تفاصيل اكتر، عايزين يعرفوا تفاصيل عن الشركه بتاعتي، ايه هي الخدمات اللي انا بقدمها، انا كعميل انا هستفيد ايه لو انا تعاملت معاكم او تواصلت معاكم او اشتريت منكم المنتج او الخدمه اللي انتم بتقدموها. وكمان بيدخل معانا مرحله تانية، انه في وقت من الاوقات، في مرحله من المراحل، مش انا بنفسي اللي هريبريزنت او هقدم او هتواصل بالنيابه عن الشركه بتاعتي. في اوقات معينه حجم البيزنس بتاعي بيبدا يكبر، ودي حاجه كلنا بنتمناها. لما حجم البيزنس بيبدا يكبر، حجم التيم كمان بيحصل فيه ايه؟ بيكبر معاه. فبالتالي ممكن يكون في وكيل او مندوب عني او اشخاص، سواء اللي بيشتغلوا في السيلز او في خدمه العملاء او اي حد بيتشارك معايا في البيزنس بتاعي، بيتواصل عن البيزنس بتاعي ده بالنيابه عني. فتخيلوا ان المرحله الاولى اصلا ان انا لما بشرح افكاري وارد ان الناس تفهمني غلط، وممكن ده ما يكونش الخطأ مني. فتخيلوا انه كمان بقى في مرحله تانية بتتكلم بالنيابه عني عشان توصل البيزنس ده.